والسلام عليكم أحبابي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كنتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وكلكم في أحسن الأحوال. كي دايرين مع البرد؟ ربي قولوا لي واش عندكم حتى نتوما البرد ولا غير حنايا؟ صراحة هاد العام كاين البرد بزاف بزاف بزاف. يقبلوا على التصوير ديال اليوم راني غير حاطة التليفون، مازال ما عنديش مازال ما عنديش الآلات اللي غادي يساعدوني في التصوير. بزاف ديال الحوايج اللي خاصني نشريهم صراحةً فاش كنمشي كنساهم ترجع للدار، كنبغي نصور كنتفكر. هذا هو العقل ديال هاد الوقت، لا إله إلا الله وصافي. المهم الموضوع ديال اليوم هو كيفاش ناخد رخصة السياقة، و وغادي نعطيكم نصائح كيفاش تاخدوا رخصة السياقة بكل سهولة بلا الأخطاء اللي ارتكبتهم أنايا وما بغيتش يتكرروا عليكم حتى نتوما. صراحةً دابا في 2020 ما عرفتش شنو اللي تبدل في البيرمي، واش تزاد شي حاجة، واش نقصت شي حاجة، واش المهم تزادوا البنات هنايا راه الأسئلة. بغيت نقول لكم دوزت أنا في 2023. 2021 2021 كان عندنا 32 سؤال. المهم هاد الشي غير بغيت نحط لكم معلومات ربما باش إلا عطيت شي معلومة غلطة ولا شي حاجة راه يقدر يتبدل السيستيم. أنا ما سولتش صراحةً. الوقيته اللي دوزتو أنايا غادي نقول لكم تجارب اللي خضيت، تجارب زعما اللي دوزت والأخطاء اللي ارتكبت باش حتى نتوما ما ترتكبوهمش. هاد الموضوع هذا ما كنتش ناوية ندير عليه لا فيديو ولا حتى شي حاجة، ولكن البارح حطيت واحد ستوري. راه الناس اللي معايا في الفيسبوك، الناس اللي عندهم فيسبوك ديالي راه غادي يكونوا شافوه. المهم واحد السيدة دازت عندي قالت لي كيفاش حتى دوزتي امتحان وكيقولوا في الرشيدية صعيب وهذا، كيفاش كيفاش حتى دوزتي امتحان زعما بلا خلعة بلا والو ونجحتي. قلت ليها غدا غندير فيديو، دخلي عندي القناة ولا الصفحة ديالي وغادي تسمعي شنو دوزت أنا في البيرمي وأشنو داز عليا. المهم أنا قريت في أرفود. بالنسبة للبيرمي أنا قريت في أرفود، وكان ديك الساعة مازال ما عندناش امتحان في أرفود. دابا راه كاين. ديك الساعة عندنا امتحان في الرشيدية ضروري كدوزي، كتمشي للرشيدية فين كندوزو امتحان سواء ديال السوقان أولا الآخر اليدوي ديال البيسي. المهم قريت كنمشي ليكول. بالنسبة للناس اللي تيقولوا حكا غير تسجلي وبقاي تقراي في التليفون، ما ننصحكمش كاع بهاد القضية هادي. علاش؟ حيتاش التليفون اشنو كتقرينا التليفون؟ يعني كتقري غير PDF، كتولي غير كتحفظي الأسئلة ماشي كتفهمي. أما في ليكول تيشرحوا ليك تيفهموك، حيت كيفهموك بزاف د الحوايج. حيت باش تاخدي باش تربحي رخصة السياقة ديالك بكل سهولة. اسمحوا لي الباب دق. باش تاخدي البيرمي ديالك بكل سهولة خاصك تفهمي الأسئلة ماشي تحفظيهم، خاصك تفهميهم أولا خاصك تفهموهم سواء الدراري ولا البنات. المهم البنات اللي كيكون عندهم بزاف التخوف، إلا حفظتيهم راه ما غاديش تلقاي نفس الأسئلة. بزاف ديال الناس اللي كيقولوا راه ما كيكونوش نفس الأسئلة اللي حنا كنقراو في ليكول، راه لا، العكس البنات. الأسئلة اللي كنقراو هما نفسهم، غير تما كيكونوا شويه مبدلين. ولكن الا فهمتي الاسئله ماشي حفظتيهم راه غادي تجيبي 32 ديالك فما فوق. كما قلت لكم انايا قريت في ارفود، طلعت المره الاولى ندوز امتحان في الرشيديه، مشيت وسقطت في الامتحان اليدوي الامتحان الاولاني زعما ديال البيسي سقطت فيه. شنو اللي سقطني انايا؟ ماشي يعني ماشي جاوني الاسئله صعب. انا المشكل ديالي هي كنسول الناس بزاف دائما، اللي يعني في ديك الوقيته اللي انا كندوز اللي كنقرا فيها في الكول، اللي عنده امتحان كيرجع تنساولو، اللي مشات عندها امتحان كترجع كنسولها. هذيك كثرت الاسئله دخلوا فيا الرعب، دخلوا فيا الخلعه. ديما هازه الهم الكود
كيفاش حتى ننجح، يعني كيفاش حتى ندخل البيسي، كيفاش نستقبل، كيفاش نجلس قدام البيسي أصلًا وندوز امتحان. وبزاف ديال الناس كيقولوا ليا راه صعيب، صعيب، صعيب بزاف. شحال من واحد كيمشي يعني النهار فاش كيمشي كيكون عندهم امتحان، كيرجع في العشية كنتلاقاو معاهم تنسولهم كيقولوا لك لا داك الشي صعيب، والله ما كنتِ لا ولا لا جبتي البيرمي عندنا في البلاد. غير كنسمع ديك الهضرة كنحس بالإحباط. هاديك ترت الأسئلة وإياكم تبقاو تسولوا، ما تسولوا حتى شي واحد، دخلوا اليوتيوب وقلبوا على الناس اللي تيعاونوا في البيرمي، أولا خدموا على داك الشي اللي تيقري لكم الأستاذ ديالكم. صافي ما تسولوا حد، حيت إلا كتسولوا الناس راكم مشيتوا في الهاوية، كيدخلكم من الرعب. أنا بقيت كنسول بزاف زعما باش نعمر راسي، خلاص درت في راسي، درت زعما درت ذكية خلاص مع راسي. وفاش مشيت نهار فاش كان عندنا امتحان في العشية بحال اليوم، باش غدا زعما نمشيو للامتحان، ودخلنا عند الأستاذ ورا لينا كيفاش داير البيسي، حيتاش بالنسبة للناس اللي دوزو هادشي، أنا كنهضر على الناس ديال الرشيدية، إلا دوزتو عند الإدريسي راه كيعطيوكم قبل، يعني في الرشيدية هادشي كيعطيوكم قبل الامتحان ب3 أيام أولا يومين، كيعطيوكم واحد البلاصة، واحد البوست فيه واحد البيسي تقريبا بحال اللي كتعطي لينا في الامتحان، كتدربي عليه شويه صافي. ولكن ماشي كلشي الله اعلم. المهم انا كنهضر على حساب الادريسي اللي انا دوزت معاهم وقريت معاهم وديت معاهم البيرمي ديالي، اما شي حاجه اخرى صراحه ما عرفت. هذا ما كان. اما في ارفود اولا الرصاني اولا مرزوقه راه ما كاين لا بيسي لا تعلم لا حتى شي حاجه. دخلنا عند الاستاذ ورا لينا غير البيسي كيفاش داير زعما الطريقه ديالو، حيتاش مشينا انا وثلاثه البنات، يعني حنا بثلاثه خلاص، انا وجوج بنات. ورا لينا البيسي كيفاش داير، ورا لينا كما قلت لكم البيسي كيفاش داير. صافي الغد ليه شدينا الطوموبيل كورسا انا والبنات ومشينا. ملي خرجت من الدار وانا مخلوعه، انا عرفتي رجليا ميتين. مشينا هي هذيك، دخلنا جينا بعدا فاش كتمشيو نهار كيكون عندكم امتحان كتلقاو واحد الطابلو فيه السميات ديال الناس اللي عندهم امتحان داك النهار. راه واخا كيقول لكم الأستاذ ديالكم راه عندكم مثلًا امتحان مع 7 أولا مع 8 غتقدري ما دوزي حتى ل11، ولكن حنا كنمشيو بكري باش نتفاداو، حيت ما كاينش داك النظام مثلًا خصك تجي في الساعة، إلا ما مشيتيش في الساعة صافي مشى عليك امتحان. أنا الناس اللي كنسولهم كما قلت لكم تفاداو الأسئلة، كيقول لك مثلًا إلا قال لك الأستاذ غدوزي في 10 خاصك تكوني تما في 10، دازتك 10 راه دازك الامتحان. مشينا بكري أنا والبنات، وصلنا تما ما تعطلناش بزاف، 9 واقيلا ولا هكاك دوزنا، زعما دخلنا. ديك الوقيته مازال كاينه كورونا، زعما ما كيخليوش الناس يدخلوا للداخل بزاف. يعني كنجلسوا غير على برا، ما تيخليوناش نجلسوا لداخل. جلسنا على برا، واحد شويه عيط لنا السيكوريتي، دخلنا لداخل، واحد شويه عيطوا لينا باش نتصوروا، سبقوا البنات قبل مني دخلوا تصوروا، خرجوهم حيت مازالين البلايص عامرين، خرجوهم على برا. دخلت أنا نتصور، أنا عاوتاني واحد الخطأ، ما يحسابليش واش ديك التصويرة اللي كنصورو تما، حنا الأستاذ صراحة قال لينا راه ما بقاش داك الشي، ما يحسابليش واش ديك التصويرة اللي كنتصورو تما هي اللي تتدار في الامتحان في البيرمي عفوا، هي زعما غير أنا نحسب واش غير على حساب امتحان وصافي. الساعة هي اللي كتدار في البيرمي، حيتاش هادشي أنا عرفتو شحال هذا كان، ولكن قال لينا الأستاذ راه ما بقاش داك الشي الساعة، يعني كان غير عنده معلومة غلطة وصافي. إيوا وجلست حلّالك فمي أنايا يلاه حتى حتى صورتني السيدة قالت لي براء صافي نوضي راكي تصورتي. إيوا وصافي وقفت، بغيت نخرج قالت لي لا دخلي أنتِ راه عندِك امتحان. صافي يعني اش غادي نقول لكم، قلت أنا واش غادي نخرج حتى أنا مع البنات حتى من بعد زعما ويعيطوا لينا، بحال إلا ضربتني على غفلة، واخا راني جاية باش ندير امتحان، ولكن هذاك النهار جاني بحال هذيك الساعة جاتني بحال إلا ضربتني على غفلة. صافي قلت لها واخا، دخلت كتعطيك الرقم ديال البيسي وواحد الكود على ما إلا المهم إلا كان عاقلين يعني فيه 4 الأرقام، هادشي اللي كتهزيه في يديك وتدخلي للبيسي ديالك، كتقلبيه حتى يعني اللي ما عارفاش الرقم كتشوفي التصويرة ديالك، البيسي اللي فيه التصويرة ديالك راه هو فين غادي دوزي. إيوا أنا كنمشي وأنا تنمشي وها وجهي قدامي جلست قدام داك البيسي، واحد الخلعة ما نقولكمش، الموت صافي. صافي جلست قدام البيسي، جلست واحد المدة وأنا كنحاول نتنفس زعما باش تحيد مني ديك الخلعة، كنقول يا الخلعة تلقي مني.
شافني الدراري تعطلت، هُما تيشوفونا زعما في الكاميرات، قال لي: "ياك لاباس شنو عندك؟" قلت ليه: "لا غير المهم مازال ما مستعداش باش ندوز." قال لي: "صافي خُدي راحتك." دخّلت الكود. المرّة الأولى غلطت في الكود، عرفتي يديا تيديروا ها تيطاطيو صافي كنرجف ما قدرتش نتحكم في راسي، غلطت. وأشنو عاوتاني سمعت أنا على هاد الكود هذاك الكود اللي تندوزو قبل الامتحان، une fois تتكمليه كيبدا الامتحان. قالوا لك إلا دوزتيه 3 المرات مشى لك الامتحان. أنا غلطت المرّة الأولى قلت صافي ويلي مشيت فيها. عاودته المرّة الثانية دخلت واحد 2 الأرقام ولا صافي وقفت، وأنا نعيط للدري قلت ليه راني غلطت، بقاو عندي محاولتين. قال لي ماشي مشكل، قال لي واخا تغلطي شحال من مرة ماشي مشكل، هذا ماشي مشكل، المهم بردني شوية. قال لي صافي حيد دوك الأرقام اللي أنا درت، دخل الأرقام حتى بقات رقم عقلت عليها رقم 5. قال لي واش نكمّل ندخل هذا الرقم اللي بقى حيت راه une fois غنكمّل هذا الرقم هذا غيبدا عندك أنتِ امتحان. صافي. قلت ليه لأ، قلت ليه خلّي هاد 5 حتى ندخلها أنا من بعد. كليكيت على ديك 5 وهو يبدا الامتحان. والمشكل آخر اللي درت، المهم راه فين ما كنلقى شي خطأ اللي درت كنقول لكم. الخطأ يعني اللي درت كبير عاوتاني، درت شال ولويتو على 28 لوية، لويتو على راسي حدا ودنيا هنايا، وأنا ما عارفاش نزيد الصوت للبيسي. راه كاينة البلاصة فين كتزيدو الصوت ولكن ما قادة نقيس حتى شي حاجة، جاني الصوت ناقص بزاف. وهداك الشال اللي كنت درت حاولت زعما باش نبينو ودني وهكا، ولكن درت الفنايت وهذا دوك الفنيتات زعما اللي تنشدو بهم الشال ما لقيت كي ندير. صافي. شاف الصاك، حطيت الصاك قدام البلاصة قدامي هكا حدا البيسي، جا حيدو قال لي حيديه راه ما خاصش حتى شي حاجة تبان، وربما يقول لي زعما راه كتنقليه ولا شي حاجة. صافي. بقيت يعني كمّلت في الأسئلة ديالي، ولكن جاني السؤال الأول كانت فيه ديك البلاكة 60 وضاربين عليها، وقالوا لك زعما اش من سرعة اللي مفروض عليا نمشي بها هنايا، وحاطين ليا الأرقام ديال السرعة. أنا كليكيت على 60، أما هي راه ضاربين عليها ما خصنيش ندير 60. عرفتي هذاك السؤال خربق ليا دماغي، بقيت كنفكر فيه، راه داز، راه جاوبت عليه ومشى صافي، ولكن أنا بقيت كنفكر فيه، كنفكر أشنو درت، علاش غلطت في داك السؤال. هذا الخطأ اللي أنا قلت لكم ما ديروهش. إلا عندكم امتحان جاكم شي سؤال ما فهمتوش أولا حتى ما جاوبتوش عليه، أنا بزاف ديال الناس كيقولوا لي إلا ما جاوبتيش غير على سؤال واحد راه تيهربوا لك الأسئلة كاملين. لا، هذه كذبة. ما كاينش هذا الشيء. إلا جاب الله شي سؤال داز عليكم ما جاوبتوش عليه أولا جاوبت عليه هو غلط، ماشي مشكل، ما تفكروش فيه، اللي داز صافي راه مشى، حيت راه كيعطيونا بزاف ديال الأسئلة وحنا خصنا نجيبو 32 سؤال هما اللي صحاح. صافي تخربقت، بقيت كنجاوب على الآخرين غير هكاك، حيت عقلي بقى مع داك الأولاني، بقيت كنجاوب. حتى كمّلت، حتى ساليت الأسئلة ديالي كاملين وأنا ترجفت. حيت كيكونوا جوج بنات وولد، دزت عليهم قلت لهم صافي راني ساليت، قالوا لي صافي خرجي على برا حتى يجيب لك السكري حتى الورقة ديالك. خرجت جلست فواحد الكرسي على برا، عاد لقيت البنات، حيت أنا نحسب لي واش دخلوهم من شي باب آخر ولا من شي بلاصة أخرى مشاو يدوزوا. قلت لهم صافي دوزتوا، قالوا لي البنات لا حنا راه خرجونا راه كنتسناو السكرتي باش يعيط لينا. قلت لهم أنا دوزت، ما بغيتش نخلعهم. قلت لهم أنا ما نعرف واش دايزة ولا ما دايزاش. المهم أنا مخلوعة بزاف، بغيت نطرطق. ما بغيتش نبين لهم حيت هما مساكن عاوتاني باقي تابعوهم الامتحان، ما خصناش نسقطوا كاملين. كنقول ربما نقدر نسقط، حيت تخربقت صراحة أنا بالخلعة، ترونت بمعنى الكلمة. دخلوا البنات في واحد شوينيت وهو يعيط لهم السيكوريتي، دخلوا دوزوا امتحان، خرجوا قالوا لي جاونا الأسئلة صعاب. يعني إلى المهم كل وحدة شنو كتقول، المهم مرة كيقولوا نقدروا نسقطوا، مرة المهم يعني دوك الأجوبة اللي جاوبوا ما قنعوهمش صراحةً. صافي. تسنينا واحد شوية هو يجي عندنا السيكوريتي جاب دوك الوراق البيضين، فرق عطا البنات هما الأولين، وصل لينا قال لي اش هادشي درتي يا عيشة، واش على نقطة وحدة ضيعتي راسك. أشنو جبت 31. عرفتو واحد الفقصة بغيت نطرطق. صافي البكا تينزل ليا بوحدو، ما قاداش نتحكم في راسي ولا نحبس داك البكا. والله إلا زعما واحد الإحساس خايب بزاف. قلت للبنات غير يلاه نمشيو في حالتنا. عيطنا لداك السيد اللي وصلنا رجعنا. اشنو تندير باش الناس كيسولوني بزاف، عائلتي، الاساتذه دياولي بجوج، المونيتور والاستاذ الاخر، كلشي كيسول واش نجحتي. ما قاداش نهضر، ما عنديش الصوت باش نجاوبهم في واتساب اولا نجاوبهم هكا في مكالمه، ما قديتش.
كنسكريني كنصور ديك الورقة ديك 31 وكنصيفطها ليهم. صافي البكا عرفتو راه حتى السيد اللي اللي هزنا مسكين بقى تيسكتني قال لي: "راه ماشي مشكل، راه من هنا 15 يوم عاوتاني غادي تعاودي." أنا ماشي بقى فيا الحال حيت غادي نعاود، مشى ليا الحال على حساب الوليدات خصني نرجع، صافي الوليدات غادي يقراو. أنا ديك الساعة دوزت قربات شهر 9 تدخل أولا في الأول ديال 9، قربات تدخل شهر 9 مازال ما دخلت يمكن. حيت تعطات لينا عاوتاني زادوا لينا هذيك شهر 9 في الآخر. خلاص أنا جاية لكم في الهضرة. المهم ما عرفت ما ندير، واش غنصيفط وليداتي هنايا مع باهم، واش نخلي نغيّبهم، حيت السيمانة الأولى يعني فين غادي تبدا القراية تما فين غادي يكون عندي أنا امتحان آخر 15 يوم أخرى. بقى فيا الحال ما عرفت ما ندير، تخربقت حيت صافي ما بقى، حيت أنا يعني أنا جالسة في الرفود غير على ود البيرمي، غير غنسالي رخصة السياقة ديالي تنديها غنمشي في حالاتي. بقى فيا الحال قلت علاش أنا بالضبط، علاش ما نجيبش 28، علاش ما نجيبش 20، علاش نجيب 31. ديك 31 فقت بلاهم تصرت ليا هنايا. رجعت للدار تهدنت شوية، هضرت مع المديرة ديال وليداتي قلت ليها شنو كاين، حيت ديك الساعة كانت عندنا هنايا المديرة، دابا خلاص ما بقاتش. قلت ليها شنو كاين راه واش زعما شنو غادي ندير، واش ماشكماني. خلّط لكم الهضرة، واش ماشكماني واخا نجلس زعما حتى يعني ديك السيمانة الأولى نغيّب الوليدات. قالت لي: إلا يعني ملي هذا هو المشكل اللي عندِك ماشي مشكل، ديك السيمانة الأولى راه يلاه كيتفتحوا المدارس كيتسجلوا الناس وهذا، باقي ما كانش داك الغياب بزاف، يعني غير جلسي ماشي مشكل. جلست غير يمكن الغد ليه ولا، وهي تعيط ليا قالت لي زعما راه زادوا النهار شهر 9 كامل عطلة على حساب كورونا، راه زادوا هاد شهر 9. وشحال فرحت أنا لديك شهر 9 اللي زادوا، حيت هازة واحد الهَم ما بغيتش نغيب ولادي، أنا من النوع اللي ما تنحملش نغيب وليداتي. وفرحت بزاف، بزاف، واحد الفرحة زعما ما نكذبش عليكم. اللهم لك الحمد. صافي كمّلت، رجعت لليكول كنقرا، كنسوق، تنزيد السوايع، عطيت للقراية وقتها، خدمت بمعنى الكلمة. هذاك الشي اللي قريته في ديك ال15 يوم ما قريتوش كاع في الأول، حيت ديك الساعة عرفت شنو تابعني. نهار كان عندي امتحان كملات 15 يوم، طلعت، دخلت حيدت مني الخلعة، عرفت شنو تابعني، عرفت داك الشي راه ساهل. دخلت، ديك الساعة ما كتعاودوش تصوروا حيت صافي ديجا عندهم التصويرة ديالكم. وبالنسبة للناس اللي عندهم 15 يوم هُما اللي تيسبقوا نهار يعني كتجيو راه عندكم 15 يوم نتوما الأولين، كيسبقونا حنا الأولين. صافي دخلت، جاني عقلت جاني بيسي واحد، مع هُما كاينين في واحد الصف، قلّبت ما لقيتش فيها بيسي واحد، رجعت عندها قلت ليها: "راه ما كاينش واحد هنايا." قالت لي: "سيري يعني البلاصة الأخرى." كتفوتي كاع البلاصة فين دوزت المرة الأولى. مشات معايا نيت واحد السيدة من هادوك البنات اللي كيجلسوا في الأول. قلت ليها: "أختي واش ممكن نزيد في الصوت، واش ممكن شنو خصني نقيس بالضبط في هاد البيسي هذا؟" قالت لي: "غير ما ديريش إغلاق، أي حاجة بغيتي تزيدي في الصوت زيدي، أي حاجة بغيتي ديريها ديريها، غير ما ديريش إغلاق، إلا درتي إغلاق صافي مشى عليكِ امتحان." قالت لي: "تهدني، أي حاجة احتاجيتيها عيطي لينا، راه ما كاينش داك الشي ديال حتى واحد ما يعقل عليك، راه ما غاديش يعقلوا، لا عيطي لهم كيجيو، ولكن باش يساعدوك أولا يوريوك شي سؤال ولا تبقى واقفة معاك توريك الأسئلة ما يمكنش، غير هو عندك شي مشكل وقف لك الامتحان." حيت بعض المرات كيتعكس البيسي كيوقف لكم الامتحان، عيطوا ليهم راه هما غادي يصلحوه، ما غاديش يضيع لكم امتحانكم بلا ما تخافوا. المهم، أولا شفتوا الأسئلة مثلًا بدات من 1 شفتوا راسكم وصلتوا 20 سؤال أولا وأنتم يلاه جاوبتوا على 3 والّا على 4، عيطوا عليهم قولوا لهم راه كيسربي البيسي، الأسئلة تيهربوا لينا، هما تيرجعوا الامتحان. هذه عندنا بعدا حنا، أما بلايص الآخرين صراحة ما عرفت. المهم هاد المساعدات كاملين راه كاينين من دوك الموظفين اللي لداخل، غير هما ما غاديش يساعدوك في شي حاجة أخرى، ما غيعقلها لك حتى شي واحد باش يجي يوريك شي سؤال أولا تقولي ليه أجي وريني السؤال راه ما فهمتوش، أولا هادي يعني راه ما يمكنش، مستحيل تلقاوها، ولكن المساعدة كاينة الحمد لله. صافي قالت لي: "غير خذي راحتك، خذي نفس، شربي الما." شربت الما، هزيت معايا قرعة الما، مع الصيف ديك الساعة كان الحال سخون بزاف. صافي بديت في الأسئلة ديالي، دخلت الكتب بوحدي، ما غلطت ما والو، يعني بديت فيه من الأول، كنجاوب بقيت كنجاوب حتى ساليت، دزت عليهم قلت لهم راه ساليت، قالت لي: "صافي خرجي على برا." خرجت،
حيت جات معايا مرت خويا قالت لي ان شاء الله غادي تجيبي شي 37 ولا، قلت لها لا لا عارفه راسي غتكون غير 35 ولا 36، ونيت كانت 35. وفاش جا سيكوريتي قال لي راه كنجحتي وعطاني الورقه راه فيها 35. في البلاصه عيطت للمونيتور، قال لي حيتاش هو داك النهار ديك ال15 يوم نفسها كان السوقان عند البنات الاخرين اللي انا دوزت معاهم امتحان، عندهم امتحان ديال السوقان. الا ما دوزتش انا داك النهار معاهم، مشيت عاوتاني خاصني 15 يوم. عيطت ليه قال لي ديري الطلب. شريت واحد الدوسي، واحد الورقه عندي في المكتبه تما حداهم نيت. عطيت لمرت خويا عمرات ليا طلب بانني بعيده وعندي الوليدات وهذا، كتبت ليها كاع داكشي اللي عندي، دوك المعاناه اللي عندي كتبتهم ليها في الطلب وديتهم للسيده بعدا قبلاتهم ليا الله يجازيها بخير. وفي البلاصه جا عندي المونيتور وهزني باش نمشي نلحق على البنات اللي عندهم امتحان في البلاصه، خصني ندوز الامتحان ديال السوقان في هذاك النهار نيت. حيت كيما عرفتو صافي راه سالات العطله، صافي خصني نرجع، ما عنديش الوقت انا نتسنى ديك 15 يوم. الا ما مشيتش داك النهار مشيت عاوتاني حتى يكونوا الدراري الاخرين، حيت ما يمكنش يهزوني غير انا بوحدي، اولا يعطيوني امتحاني انا بوحدي. الا ما درتش طلب بحال هكاك، اي واحد عنده شي ظروف بحال هكا ديروا هاد النصيحه اللي قلت لكم، ديروا طلب وكتبوا فيه المعاناه اللي عندكم والظروف اللي عندكم، راه كيقبلوه. انا بعدا قبلاتو ليا السيده في البلاصه جا عندي المونيتور وهزني ومشينا. دخلت لديك البلاصه فين تندوزو امتحان. يعني اللي يلاه جا في الاول راه كيدخل معاك المونيتور ديال الرشيديه ماشي ديال ارفود، كيدخل معاك واحد اخر تيدخل كيوريك فين غديري ستاسيونمون، فين كيكون الكراج والمارشاريان والديماراجون كود. المهم تيوريوك كاع دوك اللعيبات اللي غادي تخدمي داك النهار تمايا في الامتحان. انا جيت لقيتهم بداو الامتحان صافي، هز غير الكابو الطوموبيل وراني داكشي ديال الزيت والباتري وهذا، جاوبت على داكشي. المهم الانجينيور خلاص هز وراني داكشي باش نشوف الزيت وهذاك. المهم راكم عارفين كيقول لكم، المهم كيوريكم الزيت ديال الفران فين كتكون او الباتري اشنو كيعني هذا. المهم كتجاوبوا صافي. هذوك على ما اظن ما كيسقطوش واخا تغلطي فيهم، ولكن من الاحسن تكونوا عارفينهم من الاحسن تكونوا عارفينهم. ما لقيتش انا نشوف البلاصه فين غادي ندوز امتحان، كيوريني غير من بعيد. قال لي المهم انت غادي يسبقوك جوج بنات قبل منك، شوفي داكشي اللي داروه هادشي اللي غادي ديري حتى انت، ولكن ما كايناش غير طوموبيله وحده راه علام. وديك البلاصه انا كتفكرني غير في البلاصه ديال يوم الحساب، يعني كل واحد كيقول نفسي نفسي، يعني اش غادي نقول لكم، واحد الاحساس زوين وخايب في نفس الوقت. بقيت ندوزو البنات بجوج الحمد لله نجحوا. المهم نجحوا يعني في الامتحان ديال السوقان لداخل. باقي لينا خلاص الدوره الشرفيه، انا جايه لكم. صافي وجات النوبه ديالي، دخلت ركبت الطوموبيل، خفت من ستاسيونمون البنات اللي ما عارفينش هو هذاك فاش كيكونوا دوك العصايوات بجوج. هذاك هو ستاسيونمون. حيت الا مشيتي حتى طيحتي العصا صافي كيقول لك الانجينيور هبطي ما عندك كاع ما ديري. خفت، ولكن ما خفتش بزاف اكثر مما خفت من المارشاريان. درت ستاسيونمون، رجعت حيت من ستاسيونمون تنديروا المارشاريان عاد الكراج. مشيت نيشان ندير المارشاريان، وانا اكره حاجه عندي حتى في الايامات فاش كنت كندوز عند الاستاذ، يعني فاش كان كيورينا نسوق وهذا، اكره حاجه عندي هي يقول لي راه سيري ديري المارشاريان، هو اللي ما تنحملش، ما تنجيبش طوموبيل مسكده دائما معوجه. صافي مشيت قاديت الطوموبيل حتى يحسب لي واش قاديتها ورجعت للور. رجعت المارشاريان وانا دخل لي الطوموبيل في التروطوار، غير جاب الله مازال ما وصلتش دوك البلاصه فين كيكونوا دوك واحد المخروط، داك المخروط الاحمر، حيت راه كاينه ديك البلاصه راه فيها ممنوع الوقوف والتوقف. الا وقفتي تما كيقول لك الانجينيور نزلي، او لا قصتي المخروط، الا ضربتي المخروط ولا طلعتي للتروطوار صافي كيقول لك الانجينيور هبطي. وهي تحل ليا في التروطوار، كنردها لقدام كنردها لور شويه تسكت لي الطوموبيل. وكاين المارشاريان اخر حدايا وكان فيه واحد السيد، داك السيد مسكين ضرب داك المخروط، دوك اللعيبات الحمر اللي تيحطوا، ضربها وطيحها. وسمعتو قال هبط. في ديك الوقيته فاش سكتت لي انا الطوموبيل سمعت الانجينيور قال ليه هبط. عرفتو انا راه ما بقاش الدم فيا بصحتي، صافي رجليا تيرجفوا ما قديتش. صافي اش غادي نقول لكم، واحد الخلعه حسب لي واش انا لمن قال هبط، حيت انا ما بقاتش عندي الفرصه. يعني الا سقطت داك النهار مشى الدوسي غادي يتحرق ليا الدوسي، خصني نعاود عاوتاني، ما عنديش انا الوقت فين غادي نعاود شي حاجه.
عاد قال لي عاودي داك البيرم سميتو عاودي داك المارشة ريانة عيشها عاودي. فاش هبط مسكين داك السيد حتى عيط ليه بسميتو، حتى قال ليه عبد فلان، صافي غير هبط، قال ليه هبط فلان هبط، صافي عرفت راه ماشي أنا. قال لي عاودي داك المارشة ريان، عاودت طلقت الطوموبيل هبطات لتحت، جبتها مقادة وبالمساعدة ديال ديال جنود الخفاء. صافي ورجعتها، غير عرفتها شاده بلاصتها وانا نطلقها، طلقت الطوموبيل ووقفت حدا التروطوار، تخلعوا كاع الدراري اللي تيتفرجوا تما والناس اللي كانوا كيشوفوا كلهم خافوا لا نمشي نضرب واحد الشجره فوق مورايا زعما فوق من التروطوار. لا صافي غير وصلت زعما تما، عرفت غادي نفراني، ولكن ما حدني تنشوف حدايا هذاك الخط الاحمر اللي فيه ممنوع الوقوف والتوقف، صافي ما قديتش نوقف، مشيت نيشان صدمه وحده، وقفت حدا التروطوار قربت الطوموبيل ضرب فيه وانا نوقف، رجعت درت الكراج، جاني الساهل باش ندخلها في الكراج، سهل بزاف. عرفتو في ديك اللحظه فاش بغيت نطلع للديمارا جون كود، راه رجليا ما كنحسش بها، هذيك اللي حاطه على لومبرياج والله ما تنحس بها، كطاطي كترجف، ما قاداش نتحكم في راسي. ديمارا جون كود بالنسبه للناس ديال مرزوقه واحد الوقت راه ما كانوش كيديروه، ما عرفتش واش عارفينه ولا لا. المهم اللي بغات تعرف الديمارا جون كود هي واحد العقبه كيكون فيها واحد المخروط الوسط، كتمشي حتى الوسط من ديك العقبه كتوقفي، وما خصش الطوموبيل ترجع بك اللور ولو سنتيم واحد، ولو شويه ما خصهاش ترجع بك اللور. وقفتي خاصك تزيدي لقدام، الا سكتت لك ماشي مشكل، غير ما ترجعش للور ولو شويه، وعينك في لانجينيور، انت كتديري المراحل ديالك وعينك في لانجينيور، حيت راه الا درتي شي حاجه اللي ما قال اللي يعني اللي بحال الا قال لك وقفي ولا وما سمعتيش راه غادي يهبط، كما عنده غرض هو. مشيت حتى وقفت، كان دايرين المخروط الاحمر هذا اللي قلت لكم، واحد اللعيبه الحمراء كيحطوها تما في البلاصه فين غادي نوقفوا، فرانيت. انا بالنسبه للديمارا جون كود كنديرها بفران ديال الرجل ولا مبرياج، ما تنستعمل لا كسيره ولا فران امان. صافي كنكليكي على لومبرياج مزيان هو والفران، من بعد كنطلق لومبرياج حتى نشوف الكابو ديال الطوموبيل بدا كيتزعزع، بدا كيتبومبا، كنطلق الفران، والرجل اللي حاطه على لومبرياج ما تنهزهاش، حيت الا هزيتيها راسك تلك الطوموبيل، كتخلي رجليك مفيكسيه على لومبرياج كما هي، ما تطي ما خليها كما هي، صافي كتقلع الطوموبيل تطلع العقبه بوحدها. فاش نزلت من ديك العقبه راه بحال الا بحال الا مت وربي قال لي دخلي من اي باب بغيتي ديال الجنه. صافي عرفت واحد الفرحه، حيت باقيه لينا الدوره الشرفيه، وانا عارفه الدوره الشرفيه غادي ننجح فيها، فاهمه هذوك القوالب ديالهم وداك الشيء كله فهمته. راه انا نهار سقطت في الاول راه تصدموا الاساتذه، تصدمات العائله، كلشي كيقول لي كيف طرا وجرى، انت ما يمكنش تسقطي، راه ما يمكنش. ولكن هذا المكتب حيت زعما تندير فيها ذكيه، تندير فيها راني فاهمه كلشي، الساعه ما فاهمه حتى لعبه. صافي خرجنا، حيت اي واحد ملي كنكملوا دوك المراحل الستاسيونمون والكراج والديماراجون كود كيخرجونا لبرا، حتى كيجي المونيتور ديالنا كيهزنا بالطوموبيل، كنتبعوا الطوموبيل اللي كاين فيها لانجينيور، حتى يعني ملي كيكمل مع هادو كان، حيت كيكونوا بزاف ديال الناس، كاينين اللي جاو من تينغير، كاينين اللي جاو من بزاف ديال البلايص، بودني، مرزوقه، الرصاني، يعني بزاف ديال النواحي، والرشيديه كذلك. كنتبعوا حنا الطوموبيل اللي كيكون فيها لانجينيور، كيكمل مع الطوموبيل الاولى تيهبط، كيهزوه عاود كيركبوه عاوتاني عندنا، كينزل المونيتور وتيركب هو وكنركبو حنايا. يعني الدوره الشرفيه ساهله، غير ما توقفيش قدام الكراج اولا في ملتقى الطرق، يعني هادو هما الحوايج كاع اللي يعني اللي يقدروا يسقطوك في الديماراج فسميتو في الدوره الشرفيه، ساهله بزاف. صافي غير واحد شويه ركبت، واحد شويه وانا نازله عرفت راسي نجحت وفرحت واحد الفرحه ما نكذبش عليكم، بحال الا ما نعرف اشنو بحال الا ما عرفت اشنو كندير، حيتاش سمحوا لي راه الباب غير كيدق، كنوض نحل، كنضطر انني نقطع الفيديو. كما قلت لكم واحد الفرحه، واحد الاحساس سبحان الله في هذا الشيء ديال البيرمي، واحد الاحساس غريب جدا في شكل صعيب. راه بزاف ديال الناس كتلقى مثلا شي وحده طبيبه كدوز في المليه اولا كدوز معاك راه دوزات امتحانات، ولكن ديال البيرمي كيجيهم صعيب بزاف صراحه، احساس زوين. وواحد الخطا اخر هو ملي تكملوا البيرمي ديالكم
ملي تديو رخصة السياقة ديالكم ما ديروش الخطأ اللي درت أنايا. كمّلتوا من البيرمي ديالكم خديتوه، حاولوا تشريو شي طوموبيل كيما كانت. أنا أنا من الناس العشاق صراحة اللي ما بغيتش نشري شي طوموبيلة ديال 2 أولا 3 بغيت الطوموبيل تكون زوينة صراحة. الوقيتة اللي أنا دوزت فيها البيرمي بغيت نشري الطوموبيلة موراها قال لي راجلي نسبقوا الدار هي الأولى، كبر الدنيا كما تيقولوا، نديرو الدار نحيدو من الديور د الكرا، عاد ديك الساعة إلا بغيتي الطوموبيل ديريها. صافي قلت ليه مرحبا. أنا بغيت الطوموبيل كتساعدني بزاف في التجارة ديالي، كتساعدني بزاف في التوصيل باش نوصل السلعات للناس، كتساعدني بزاف هنايا بعيدة على البوسطة، بعيدة على كاع البلايص ديال اللي كيوصلوا لينا السلعة، كيخصني نبقى نجيبها أولا دائمًا دابا يعني ملي كنبيع شي حاجة من الدار كنضطر نوصلها لماليها في الوقت، ما كنلقاش حتى تيسالي راجلي عاد يهزها ليا أولا نصيفطها مع شي واحد. هذا هو السبب علاش مشيت أنا دوزت البيرمي، ماشي على حساب الناس أولا على حساب ما نعرف. المهم أنا درت البيرمي باش نشري الطوموبيل، ما درتوش أنا باش نخليه هاكا في بسطامي نهائيًا، ولكن هذا جهدنا قلنا نسبقوا الدار هي الأولى، عاد إن شاء الله ناخذ الطوموبيل، ولكن عاوتاني راه كيتنسى ليكم كلشي. حيت من الأول حيت من الأول يعني ملي دوزي بيرميك وتشري الطوموبيل كتكون الخلعة تحيدات منك، موالفة أنك تسوقي راه ساهلة باش تسوقي صافي. ولكن دابا راه واخا نشريها دابا راه خاصني نعاود نزيد السوايع عند المونيتور يعني حتى نتعلم، عاد يمكن ليا نسوقها أولا نبقى نهز معايا شي واحد اللي غادي يبقى يوريني، شي واحد اللي يكون يعني عارف مزيان وعنده الخاطر باش يعلمني على الأقل بعدا واحد السيمانة ولا هكاك باش نقدر أنا نسوق الطوموبيل ديالي بوحدي. هذا هو السبب علاش أنا درت البيرمي صراحةً. وما كتبش صراحة ناخدها، باش ناخد هادوك الطوموبيلات الرخاصين صراحة ما بغيتهاش، كتعاود تخسر عليها حتى كتطلع لك في الثمن ديال الطوموبيل ديال يعني جديدة أولا أنا ماشي جديدة، المهم غير تكون شوية طوموبيلة شادة في راسها وصافي تكون زوينة، وتعاوني حتى أنا في العمل ديالي، تعاوني بزاف، بزاف حيتاش الطوموبيل كتعاون في الحياة، سيرتو بحال هاد البلايص اللي حنا فيها ما كاينش الطواكس، ما كاينش ترونسبور، ما كاينش الطوبيس، ما كاينش يعني ما كاينش بزاف ديال الحوايج اللي غادي يساعدوك لتوصيل السلعة بحال هكا للناس. إلا ما عندكش الطوموبيلتك راه هز كلمة. ولكن نتمنى إن شاء الله نشريها في قريب العاجل، دعيو معايا ناخد طوموبيلتي ونتهنى ونتعلم حتى أنا نسوق، واللي كانت فيه الخلعة ديال السوقان والتحيدات يعطيني نصائح حيتاش محتاجاهم حتى أنا فيا الخلعة بزاف ديال السوقان، كنقول واش أنا شي نهار غادي نقدر نشد الطوموبيل ونسوقها بوحديتي بلا ما يركب معايا حتى واحد، غير بوحدي زعما راه ما نعرف كتبان ليا مستحيلة، ولكن إن شاء الله ملي غادي ناخد الطوموبيل ديالي غادي يكون كلشي ممكن إن شاء الله. نحاول ولكن كما قلت لكم إلا كانت شي وحدة فيكم كانت فيها بحال هاد الخلعة هادي وتحيدات منها تقول لي اش من طريقة درتي يا اختي حتى تحيدات منك، واخا راني عارفة يمكن غير مع الممارسة دائما مع المدة غادي تحيد الخلعة وتحيد كلشي. المهم هنا غنكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، تسناو غدا غادي نحط لكم فيديو غادي نحط لكم الحرشة بالزعتر، واحد الحرشة اللي هي شهوة منها إن شاء الله إلا بقينا في الحياة غدا غادي نحط لكم فيديو جديد. وشكرا لكم بزاف على حسن المتابعة، وما تنساونيش من لي لايك ديالكم فضلا وليس أمرا، بارطاجيو القناة وكنبغيكم وتنموت عليكم. شكرا لكم بزاف، باي.